السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم صلاح منصور، والنهاردة هنتكلم عن موضوع مهم جدا جدا: قانون تسوية أوضاع المغتربين أو الأجانب اللي موجودين على أرض إيطاليا بدون أوراق. ايه الموضوع؟ مين اللي قدم القانون؟ ايه موقف الدولة من القانون؟ وايه علاقة المترجم الصيني الأجنبي بالقانون؟ وايه اللي حصل؟ ده كله هنعرفه داخل الفيديو، فيلا بينا. امبارح ومن ضمن متابعتنا اليومية للأخبار في إيطاليا شد انتباهنا خبر مهم جدا جدا. الخبر بيقول إن في 3 محامين في مدينة براتو إقليم توسكانا قدموا التماس لمجلس الشيوخ بحيث إن هم يعدلوا القانون 286 بتاريخ 25 يوليو 1998 اللي هو بينظم حركة الأجانب الموجودين في إيطاليا. المحامين ال3 دول ميليسا ستيفاناتشي، ستيفانو لورنسيتي، ولوتشانو بارني. شايفين ان النظام المعمول بيه في حركة الاجانب هنا في ايطاليا، النظام ده ما بين قوسين فاشل، وهم محتاجين يعدلوه عشان يسيطروا على الشغل بدون ورق. وشايفين ان الدولة كده ما بتاخدش حقها، وشايفين ان العامل بيتظلم، وعاوزين يخلوا الدولة تصدر حاجة اسمها بيرميسو دي سوجورنو تيمبورانيو. بيرميسو دي سوجورنو تيمبورانيو ده هل كل المغتربين او الاجانب اللي مش معاهم ورقة هيستطيعوا الحصول عليه ولا لا؟ ال3 محامين قالوا ان مش اي حد اجنبي بدون اوراق موجود على ارض ايطاليا يقدر ياخد الاوراق او ياخد البرميسو دي سوجورنو تيمبورانيو. قالوا ان اي اجنبي موجود على ارض ايطاليا وهيقدر يقدم صحيفة حالة جنائية نظيفة، وان هو ما عملش حاجة في ايطاليا قبل كده، اي جريمة تدينه او اي حاجة تعوق ان هو يحصل على البرميسو دي سوجورنو تيمبورانيو او ورق الاقامة المؤقت، فهو هيقدر يحصل على الاقامة دي. واعتقد كمان ان هي هتبقى بنظام النقط زي ما حصل مؤخرا مع شركات المعمار، وبيحصل طبعا في الرخصة الإيطالية. تعالوا بقى دلوقتي أعرفكم على المترجم الصيني هوكو لي، وده يعتبر بطل الرواية. طيب هوكو لي هو مترجم صيني للجالية الصينية هنا في إيطاليا. كان بيوضح إن هو مش عاجبه إطلاقا وضع الشعب الصيني أو الجالية الصينية الموجودة هنا في إيطاليا، وإن الوضع مزري جدا، وإن القانون الإيطالي بوضعه الحالي ما بيحميش الأجانب، وإن هو بس أرض خصبة للسماسرة ان هم يقدروا ينصبوا على ولاد بلده او الاجانب بشكل عام. وبناء عليه وكل ال3 محامين اللي احنا قلنا عليهم قبل كده وقدموا الالتماس. هل ينجح هوكو لي والمحامين ال3 ان هم يمرروا القانون ده؟ هل مجلس الشيوخ هيوافق؟ طب هل القانون ده يتم تمريره على رأس الحكومة جورجا ميلوني وهي زعيمة التشينترو ديسترا؟ ده اللي هنحكيه في اللقطة الجاية، وهنحكي تاريخ السناتوريا، وهل التشينترو ديسترا ولا التشينترو سينيسترا هم اللي كان ليهم الغالبية العظمى في تقنين أوضاع الأجانب في إيطاليا. فتابعونا. على مدار وجودنا كأجانب هنا في إيطاليا دايما حسينا ان الشنترو ديسترا ده ضد الأجانب وبيعمل ضد مصلحة الأجانب، ولنا في سالفيني أكبر مثال. هل يتم تمرير القانون ده في وجودهم؟ أنا عاوز أقول لكم مفاجأة كبيرة جدا 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 في تاريخ السناتوريا أو تاريخ تعديل أوضاع الأجانب، إن أكبر نسبة في تعديل أوضاع الأجانب تمت في وجود رئيس حكومة من الشنترو ديسترا. وخلينا نتكلم عن السناتوريا والتاريخ بتاعها وكم مرة حصل السناتوريا في إيطاليا، فتابعونا. في لقاء مسجل تم إذاعته على الراي 2. اللقاء ده كان بيحكي تاريخ السناتوريا، وقال إن السناتوريا بدأت من 1986 وبقانون اسمه قانون فوسكي اللي نظم أوضاع 114 ألف أجنبي. من 1986 ل 2012 تم عمل 7 قوانين بمعدل قانون كل 4 سنين، ولكن اللي عمل الضجة الكبيرة دي كان قانون اسمه بوسو فيني 2002. وطبعا في ناس هنا أحباب هيشوفوا الفيديو عارفين الموضوع ده وعارفين القانون ده. والقانون ده كان موجود في عهد بيرلوسكوني ونظم أوضاع 647 ألف مغترب أو مهاجر. فطبعا ده كان رقم كبير جدا، وده يمكن كان سبب شهرة كبيرة جدا وحب كبير جدا من المهاجرين لبيرلوسكوني. طبعا في نهاية المقابلة دي عملوا إحصائية ما بين مين أكتر تنسيقا وتسوية لأوضاع الأجانب في إيطاليا من الأحزاب، هل هي أحزاب التشنترو ديسترا ولا أحزاب التشنترو سينيسترا، عشان تكون المفاجأة اللي
هنقولها دلوقتي، ان احزاب اليمين هي الاكثر تسوية لاوضاع الاجانب في ايطاليا ب 877 الف تسوية، بينما اعضاء اليسار 463 الف. فادونا رأيكم في التعليقات، هل يتم تمرير القانون؟ هل يتم تعديل القانون؟ نتمنى الخير لكل اخواتنا اللي موجودين على ارض ايطاليا، ونتمنى لهم الرزق الواسع، وباذن الله يبقى معاهم اوراق وربنا يجمعهم باحبابهم. اتمنى يكون الموضوع مفيد ليكم، واتمنى لكم دايما الخير، واشوفكم في فيديو جديد باذن الله في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.